صلاة وسلاما على هذا النبي العظيم في ذكرى هجرته وفي كل وقت وحين. وما أن أشرقت شمس محمد صلى الله عليه وسلم وأنواره على يثرب إلا أن أصبحت بعد ذلك المدينة المنورة بنوره صلى الله عليه وسلم، حتى أخذت الجموع المحتشدة تحتشد لاستقبال هذا الرسول العظيم في موقف رائع مهيب، ويردد الجميع هذا النشيد الخالد، ويردد معهم الكون كله: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا إلى الكلمة التالية نستمع إليها من فضيلة العالم الجليل فارس الكلمة أمير المؤمنين في الحديث في هذا العصر، الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله ونثني عليه ونشكره أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم نشكر الدكتور عبد الهادي القصبي على اختياره دائما أن تكون لقاءاته الدينية في هذا المسجد العظيم وبجوار هذا الإمام الكريم حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام أبي عبد الله الحسين، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصانا الله بهم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وأمرنا أن نصلي عليهم في كل صلاة وفي كل تشهد، ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فنحن نحبهم كما أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نحبهم. أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا آل بيتي لحبي. قال لي قائل: رأيتك تهوى آل طه ودائما ترتجيهم، كان حقا عليك أن تقضي العمر مديحا فيهم وفي من يليهم. قلت ماذا أقول والكون طرا يستمد العطاء من أيديهم، أي معنى للمدح مني وقد جاء الكتاب العزيز بالمدح فيهم. أنا لا أستطيع أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيهم. ومع ذكرى هجرة جده عليه الصلاة والسلام التي خلدها رب العزة، خلد رب العزة هذه الذكرى لأنه سجلها القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله. سجلها فأخذت الخلود بخلود القرآن، ونكتبها تاريخا في كل يوم في صحفنا وفي معاهدنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا، لتظل الهجرة بقيمها وحصادها ودروسها ماثلة أمامنا حتى لا ننساها أبدا، لأن رب العزة ركز فيها من المعاني ومن المثل ومن القيم ومن المبادئ لهذه الدعوة التي ختم الله بها دعوات النبيين وختم برسولها جميع المرسلين. تلك الدعوة التي نحن في أمس الحاجة إلى أن ننافح عنها، تلك الدعوة الخالدة: يا رعاك الإله يا دعوة الحق، حماك رب السماء وأكرم. قد ترعرعت بين أحشاء قوم قد نما غرسهم بدار ابن أرقم، إذ أتاهم نداؤها أعلنوها، لا يهابون من عدا أو أجرم. وأراد الأعداء أن يطفئوها، وأرادوا قتل النبي المكرم، وتلاقوا سيوفهم بيديهم، وتلاقوا والحقد يغلي ويضرم. ومكان النبي نام علي يفتديه بالروح والقلب والدم. ومضت هجرة الرسول إلى طيبة والأفق في ابتهاج منغم. أمتي أكثروا الصلاة عليه فعليه صلى الإله وسلم.
أرسى للحكام والرؤساء والملوك والأمراء وكل المسؤولين على كل الأصعدة الأسس التي إذا أرادوا أن يقيموا دولتهم أو مجتمعهم عليها فليقيموها على الأسس التي أرساها أطهر من مشى على الأرض، توثيقا للصلة بالله فبنى المسجد، وتوثيقا لصلة المسلمين بعضهم مع بعض فآخى بين المهاجرين والأنصار، وتوثيقا مع الآخر من غير المسلمين، فكانت تلك الوثيقة التي أبرمها فكانت أول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق الإنسان. هل تذكر أمتي الآن؟ هل تذكر مصرنا الآن؟ هل يذكر كل بلد في عالمنا العربي والإسلامي الآن الذين يتناحرون على المناصب ويتناحرون على كرسي الرئاسة، هل ذكروا تلك المؤاخاة التي آخت بين المسلمين فكانوا أحبة ودعاء؟ وكان للأنصار مضرب المثل في الإيثار لدرجة أنه لما آخى الرسول بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، جاء سعد بن الربيع وقال له: أنا أكثر الأنصار مالا، خذ نصف مالي، لي زوجتان، اختر أحدهما حتى إذا ما انتهت عدتها تزوجت، فأقول لها: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، ويأبى إلا أن يعمل ويكدح. لكن انظروا إلى مدى ما بلغته درجة الإيثار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد، بل بلغ الإيثار بهم أن ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذه أحد الأنصار وليس عنده سوى قوت أبنائه يعللهم ويطفئ السراج ويبقى يأكل الضيف حتى يشبع، ويبيت الرجل وزوجه وأولاده طاويل. كل هذا يبرهن لنا كيف رب الرسول صلى الله عليه وسلم جيلا عظيما قدم الإيثار وليس الأثر، قدم الكرم وليس الأنانية ولا البخل. حتى لما راح الرجل وقابل الرسول في اليوم الثاني قال له: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما أمس، وفي رواية للحديث: لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما أمس. ونزل قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نريد أن نقول لأمتنا التائهة الآن، نقول لأولئك الذين يشغبون على الأمن والاقتصاد: كونوا واضعين أمامكم هذه المثل وتلك القيم التي أرساها أطهر من مشى على الأرض في الكرم والإيثار، وربى هذه الأمة وكان نموذجا في هجرته، حيث أخذ بالأسباب، حيث اختفى عن عيون الأعداء، حيث اتخذ دليلا ولم يكن مسلما وكان مشركا، ولكن حين ائتمنه لم يكن عنده من مانع أن يكون دليله في الطريق، وجعل لكل إنسان دورا بتخطيط علمي مدروس، واختفى وهاجر سرا، بينما نرى واحدا كالفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يهاجر علانية وينتكب قوسا وتدرع سلاحا ويطوف بالبيت عيانا بيانا، ويقول: من أراد أن تسكله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. فما تبعه أحد، لأن عمر كان يتصرف عن نفسه، أما الرسول فهو قدوة ولا يتصرف إلا بأمر الله. وعمر كان له تاريخ قبل الإسلام، كان له قبل الإسلام مواقف، وكان يريد أن يؤذي الرسول وأن يغتاله، حتى علم أن أهله دخلوا الإسلام. فعندئذ لما أخذ الصحيفة يقرأها وقرأ سورة طه فأخذت بيده وتغلغلت في قلبه فأعلن الإسلام ودخل في دين الله، فكان نصره، فكان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا. عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يعلن هجرته ليكون في هجرته الفتح والنصر، وهو رضي الله تعالى عنه قد
أخذ طريقه في هجرته على هذا النحو المحفوف بالمخاطر ليكون درسا أيضا لكل الناس. ما في الهجرة من قيم، من توثيق الصلة بالله وتوثيق المسلمين الصلة بعضهم مع بعض وتوثيق الصلة بالآخرين وأسس بناء الدولة، نحن اليوم في أمس الحاجة إليها. نقولها لأولئك الذين يشغبون ولأولئك الذين عطلوا الاقتصاد ولمن يعطل الأمن. عليكم يا إخوتنا في كل مكان أن تحافظوا على أمن مصر وعلى اقتصاد مصر الذي ينهار في كل يوم، وإننا نمد أكف الضراعة إلى الله أن يمن على مصر بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يهدي أبناءها جميعا. اللهم اجمعهم على كلمة رجل واحد، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين يا رب العالمين. سيدي يا رسول الله،